في هذه الباحة العتيقة يجلس أثاث سيدتي الراحلة التي اختيرت كعنوان للشعر العربي الحديث، نازك الملائكة، وهو موجود مغلف بالآجر القديم للمتصرفية سلفا المركز الثقافي البغدادي الآن. فالاعتزاز بمقتنيات الشاعرة قد يكون تحفيزا للجيل الحالي للاقتفاء بدرب التميز. تعد مكتبة ومتحف نازك الملائكة في المركز الثقافي البغدادي من أهم الوجهات الثقافية الموجودة في شارع المتنبي. بالحقيقة تحتوي على العديد من المقتنيات والكتب النادرة والمهمة. هنا كتب: سكن الليل أصغي إلى وقع صدى الأنات في عمق الظلمة، وأيها السادرون في ظلمة الأرض كفاكم شقاوة وذهولا. ومئات القصائد التي كانت كبداية ثورة للشعر الحر، فكل ما تبقى لها يعيد ذاكرة لبداية طريق شعري مختلف. ذهبنا إلى بيت الشاعرة نازك الملائكة، كانت أكثر الكتب والمقتنيات حقيقة في الأرض تم جمعها في كراتين وأكياس، وأكثر المقتنيات كانت ما موجودة، مسروقة. هنا جلست واستراحت، ومن هنا سحبت كتابة لحينما غادرت أرض العراق وتوفيت بعيدة عنه عام 2007 في مصر. هذا المكان لا يختزن مقتنيات ومكتبا ومكتبة ويصون ذاكرة ويستعيد مسيرة عامرة ومذياعا يتهجى الزمن فحسب، بل هو مكان شاهد على ولادة الشعر الحر ورحيل القافية المقيدة، لتبقى نازك الملائكة نغمة في وتر بغداد وظلالا في قلب القاهرة وصوتا لا يغيب ما دام في الأذن صدى وفي القلم مداد. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.